يلا بينا نحضر ماتش الاهلي وكهرباء الاسماعيليه في الدوري. ده عدد جمهور الاهلي الموجود في المدرجات النهارده، والعدد كبير واكتر من المعتاد للاهلي في الماتشات اللي زي دي. اتمنى ان هم يستمروا على كده دايما ويبقوا اكتر واكتر. الاول للاهلي بس اوف سايد، اتاكد فعلا منها وحسابها اوف سايد. عيني يا عيني يا عيني، الواد ياسين مرعي ده يا جماعه مدافع هيروح في حته ثانيه لو كمل بنفس المستوى وطور نفسه كمان اكتر من كده. الاول للاهلي، ومين كمان اللي بيجيب الاجوان دلوقتي؟ كوكا اللي جاب الجول الاول للاهلي. تاني للاهلي ولكن اوف سايد تاني، ده تاني جون يتحسب اوف سايد والحكم فعلا اكد عليها ان هي اوف سايد. حسين الشحات خرج وكان حالته كرب وهو خارج، كان شكله صعب جدا، حتى وشه كان مداريه تقريبا عشان ما حدش صوره وهو متضايق ان هو خارج. 30 دقيقه من الشوط الاول لحد دلوقتي الكهرباء قطعه تماما، ما يعرفوش الشناوي لابس ايه حتى. يا جماعه انا قلت ياسين مرعي الواد حاطط الكوره في الجون الثاني بايده. 2-0 للاهلي، الاهلي راكب الماتش وبيعمل كل اللي هو عايزه. خلص الشوط الاول الاهلي بيعمل كل اللي هو عايزه، جاب الاول والثاني وجاب جونين كمان اتحسبوا اوف سايد، فالماتش متسهل جدا على الاهلي. بدا الشوط الثاني بالثالث للاهلي، وزي ما قلت لكم الكهرباء ده مستسلم تماما. يعني وانا قاعد ماسك الموبايل كده فجاه لقيتهم بيقولوا جون. ايه اللي حصل يا جماعه؟ الكهرباء جاب الجون، مش عارف ازاي. يا نهار ابيض، الثاني للكهرباء. حسبت الاهلي ولا ايه؟ يعني الاهلي بكل سذاجه بيحول ماتش سهل جدا بالنسبه له ويقدر يطلع فيه بسكور. الماتش دلوقتي 3-2 في الدقيقه 70، ممكن يلطشك جون في اي لحظه يتعادل يموتك خالص. يا ابن اللعيبه بن شرقي، ايه ده؟ وكان عايز يلعبها الشوط الاول لو تفتكروا الكره اللي لعبها الشحات ده حاططها بالمسطره بسهوله جدا. الاهلي عايز يحط الرابع، حط الرابع. مشي الماتش زي ما انت عايز، ليه تسيبه يجيب جونين فيك ويقلقك ويوترك ويخليك ترجع تاني للماتش؟ الماتش قرب يخلص من هنا، وعينك يا زمالك ما تشوف الا النور من هنا. الماتش 4-2 للاهلي، ماتش سهل قوي للاهلي بصراحه، كان ممكن يخلص 5 و6 لو الاهلي عايز. الاهلي ريح شويه فيه، بس لما حب يجيب الجون الرابع جابه بسهوله.